الدروب بالاحساس نهر نتعنه، بين الدروب بالاحساس نهر نتعنه، درب الحسين لقيناه طريق الجنة، درب الحسين لقيناه طريق الجنة. اسأل الجاي طريقك منو يمل منه، أنا منو يمل منه، منو الله فدا نروح لو نتعب اجينا، وي زينب فدا نروح لو نتعب اجينا، وي زينب خوفك ونخدمك، خوفك من الارجات عني انا للطفوف من جينا ندخل العالمك. فوق المتين فوق المتين ايدك فوق المتين نرفع لك الراية، مشاية مشاية يا حياكم الله احبتي متابعين ومشاهدين قناة النهروان، وانتم معي في هذه الساعة وتحديدا من منطقة الوند، ولا زالت هذه الجموع والحشود المؤمنة متوجهة إلى قبة الأحرار الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله عليه. وتشوفون اليوم استعداد واضح، والزيارة وصلت إلى ذروتها، يعني بقت أيام قليلة حتى تنهي الزيارة، وأشوف اليوم ضخامة الزيارة واستعداد أيضا أصحاب المواقف. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أجورنا وأجورك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة الأليمة، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونعزي المراجع العظام وجميع المسلمين وكافة شيعة أمير المؤمنين في بقاع الأرض كافة. الحمد لله والشكر، مستمرين بالخدمة، ولليوم العاشر على التوالي احنا خدام موكب خدمة أنصار الحسين أهالي العزيزية. الحمد لله والشكر استمرينا بالخدمة من يوم 9/0 ولحد هذه الساعة. نحن مستعدون لإحياء هذه المراسم واستقبال كافة الزائرين من كافة بقاع الأرض، من شمال العراق إلى جنوبه، ومن كافة الدول العربية المجاورة. والحمد لله والشكر عندنا من ضمن الخدمة اللي عندنا، جانا خدمة من خارج العراق، من الجمهورية الإسلامية العراق الإسلامية الإيرانية، وعندنا خدمة من خارج من أوروبا، عندنا خدمة 2. والحمد لله والشكر. ونعاهد إن شاء الله الإمام الحسين أن نبقى على خطاه، ونواسي أهل البيت جميعا، ونواسي سيدتي ومولاتي العلوية زينب عليها السلام. ونشكركم على هذا البادرة التي قدمتم لها، تقدمون بها وتوازون أهل البيت عليهم السلام. جزاكم الله ألف خير. شكرا جزيلا، بارك الله. عزي صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام ومراجعنا العظام، الحمد لله وفقنا. اليوم صار تقريبا 10 أيام لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين بالمأكل والمشرب والمسكن، المنام إن شاء الله، والحمد لله خير من الله، يعني ما ينقصنا شيء. اسم الموكب؟ موكب خدمة أنصار الحسين أهالي العزيزية. موفقين إن شاء الله. وفقكم الله لكل عمل صالح إن شاء الله وبكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي شباب طبعا اللي نقول إن شاء الله هم القادمين إن شاء الله للخدمة. اليوم عرفوا الخدمة جيدا مع أهلهم، علموا أبنائنا منذ الصغر كالنقش على الحجر. هذا اليوم عرف قيمة الخدمة، خدمة الإمام الحسين. اليوم هذول إن شاء الله يصدون لهاي الزيارة مستقبلا. خاف أنه أكو واحد في باله أنه نريد نخلق أزمة للزيارة أو ننهي هذه الزيارة. هذه الزيارة لن تنتهي، زيارة الحسين لن تنتهي. اليوم هاي الأجيال وخلفها الأجيال ومستمرة لحد ظهور الإمام سلام الله عليه. سلام عليكم عم. عليكم السلام. اللهم الله أجورك إن شاء الله. أجوركم. أنت خادم لو موكب؟ لا خادم. خادم. تمام. هنا قاعد تخدم؟ ويا من جاي أنت؟ ويا أهلي. ويا أهلك. أبوك وياك؟ إيه. علمك شلون الخدمة؟ شنو خدمتك أنت هسه قاعد تقدم بهذا العمر؟ أقدم ماي ولافات وهاي. نعم. شو تقول للزوار؟ اهلا زوار ابو علي، مو هاي دائما؟ كررها دائما؟ ايه. بس احنا مش نريدك، اخوتك اللي وياك، اصدقائك الصغار ايضا نريدهم وياك لهاي الخدمه، لان هاي اعظم رساله اليوم انتم تقدمونها للعالم الاسلامي. ليس المدارس التكفير ولا مدارس التهجير
ولا مدارس الذبح والقتل. اليوم أبنائنا نعلمهم كيف يخدمون، كيف يقدمون الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي صدقة. تقول للزائر حياك الله الزائر أينما كان الزائر، المهم هو زائر الإمام الحسين. مو هسه شو نقول منا؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. اللحظات هذه المرأة العظيمة السيدة زينب، اليوم هذا زيك هو الزي اللي يحتاجه هذا المسير. تواسين زينب سلام الله عليها. انا اريد تسمعوا. ما اقدر والله شكل. تقولين الزينب لا اقرا ولا اكتب شكل الزينب. اريد تواسين. زينب عليه السلام راحت اسيره، قتلت الامام الحسين ابو الفضل العباس، عائلتها اولادها مشت بالسبي بحيث توصل كلمه، وهي كلمه الاسلام، كلمة الحق، كلمة أبيها الإمام علي، كلمة أمها فاطمة الزهراء، كلمة جدها رسول الله. على كل النساء الالتزام بالواجب، على كل النساء الآتيات إلى كربلاء الاقتداء بمسيرة السيدة زينب عليه السلام، بسبب زينب بالرسالة التي جاهدت إليها ودافعت عنا وعن الإسلام. على كل النساء الالتزام بالحجاب وبمسيرة السيدة زينب، وندعو من الله أن ينصر العراق والعراقيين على كل ظالم وكل فاسد. الله يبارك بيك، الله يبارك بيك، الله يبارك بيك، الله يبارك بيك. حجي تعالي خلينا نسولف انا وياك. اريد تواسين زينب، هاي المرأة اللي مشت من كربلاء إلى سوريا، هاي المرأة اللي انشلع قلبها، اللي ما عافت حجابها. ما نواسيها احنا شدة وما لنا حيلة الا زينب. ما اقدر اعبر على زينب، شو اعبر عليها؟ اليوم مشيتش ما تواسينها؟ انا رايحة اواسيها، عمت عيني، خلت اخوتها، والله ما لا اقرا ولا اكتب. شو تقول لها؟ شو تقول لها؟ شو اقول لها؟ اقول لها الله يساعد قلبك يا الله يسعد قلبك يا زينب على هاي المصاب، على اخوتها، على مصيبتها، على الظلم، على ما اقدر اعبر على رغيه. يومه يا شو تقولي لها؟ هذا شوفي سيده هاي، شوف هاي البنيه يكون يسولف لك، تعي سولف الفيلم بيبي. تقول انا سويت مجلس للحسين، تقول بيبي كان حلوه بالحلم اخبر، بس تقول بيبي انا مرة كبيره عجوز، تقول كان على الناس ملتمه ومنجمعه. نعل شو تقول هاي السيده زينب عليها السلام، اخذوا مراد من عندها، اخذوا مراد من عندها. أنا طلبت من فاطمة الزهراء وزينب، سويت مجلس على قد إمكانيتي، قلت لهن أريد برهان الليلة يجيني، ضايفاتني ما ضايفاتني، أنا فرشت اليوم أريد ضيفك يا فاطمة الزهراء يا زينب، واسيك على الحسن والحسين، على العباس، على مصيبة زينب، أم دعم على زينب. من المدينة هذا بأي ساعة طلعت تقريبا الساعة بالخمسة، 5 العصر. كل سنة متعود الزيارة أنت؟ كل سنة. وعندنا موكب 458، وكل سنة نخدم لأبو عبد الله. تهدي خطواتك نيابة عن أهله إن شاء الله، إن شاء الله. عن اللي ما حضروا لهذه الزيارة. أتمنى يحضرون هاي الزيارة السنة تجي واللي قبلها. اللي ما يحضرون نريدكم إنه تهدوا لكم الزيارة. إن شاء الله. أنا هديت لأبوي ولأمي وجدي الميت. إن شاء الله يا بعد قلب. رحم الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. طبعا هذا الدور الكبير اللي قدمته المرأة بأثناء الزيارة، هذا الدور اللي يتمثل بالسيدة زينب سلام الله. اليوم تشاهدون هاي المرأة العراقية بكفنها بحجابها، اليوم تواسي زينب سلام الله عليها من خلال مسيرتها بالوعظ والإرشاد وهذا الحجاب النبيل. من يتصيد بماء العكير وينتقد الزيارة، هذه زيارة لا يشبهها شائب، هاي زيارة اليوم بها انضباط، هاي زيارة بها اليوم القيم، هاي بها الأخلاق، بها محاضرات توجيهية يسمعون، وأيضا بها على جانب الطريق مسائل شرعية. كل اللي موجود هنا في هذا الطرق وجميع طرق العراق هي تدعو لله سبحانه وتعالى بين الساجد والراكع والداعي للأمة الإسلامية. هاي زيارة لم تحمل طائفية، وإنما تدعو للعالم الإسلامي. هذا الحسين للعالم، هذا الحسين للعالم. وبالنتيجة اليوم كل شبابنا اليوم ملتزمين من ناحية الخلق، من ناحية المشي، من ناحية آداب المسير. نعم احنا مستمرين إن شاء الله بهذه
بهذه الجولة إن شاء الله، فأبقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعزاء لصاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف الإمام المهدي. نعم الحمد لله، هذه لعل السنين الكثيرة في هذا الطريق، طريق الحسين عليه السلام، تلبية لنداء المرجعيات علماءنا الأعلام لهذه النهضة الواعية، وإن شاء الله تكون واعية في خدمة الحسين عليه السلام. الحمد لله السنين السابقة كان هنالك بعض الإشكالات الشرعية، الحمد لله هذه السنين الأخيرة وبالأخص هذه السنة الحمد لله وعي كثير عند أغلب الناس، عند أغلب الزوار في قضية الحجاب، في قضية الملبس، في قضية الهندام. شبابنا مرتبين، الزائرات مرتبات، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك نريد أن نعطر هذا المسير كما سمعتم، أن نعطر هذا المسير، مسير الحسين، بقراءة القرآن، نرفع التقصير اتجاه القرآن الكريم، نحيي قلوبنا بالقرآن الكريم، نحيي عقولنا بالقرآن، نعلم الناس ماهية القرآن حتى يعرفوا الناس قيمة القرآن في نفوسهم. إذا قرأت الأمة القرآن الكريم نعم تكون أمة منتصرة بحق محمد وآل محمد، وهذا كله من فضل الحسين سلام الله عليه أبا عبد الله الذي ضحى بدمه وأعطى كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. دور المرأة أيضا بالزيارة. نعم عندنا مبلغات يعني أخذن دورها في قضية الحجاب، في قضية الملبس، في قضية يعني المساحيق وإلى ما نريد أن نلفظها، لأنها الحمد لله قلت لك هذه السنة بالأكيد أنا خبها يعني من سنة 2012 على هذا المنبر، لعلك من كثير في هذا المكان. الحمد لله. نعم موفقين إن شاء الله. ولهذه السنة الحمد لله هذه السنة لا رحمة من الله تبارك وتعالى، كثير من المخالفات التي نبهت عليها المرجعيات قد قضي عليها.